السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معكم إيمان زهران. للي أول مرة يشوف قناتي، إن شاء الله النهاردة هنعمل الستريبس بطريقة سهلة. هنعمل الأكلة دي حلوة قوي للنوادي، حلوة قوي للجوع. أنا كنت عاملاها الجوع فعلا في نص الليل كده جوعنا، فقلنا نعمل الأكلة دي. وكمان حلوة قوي للمصايف يا جماعة، اللي احنا نعملها ونجهزها للمصايف جميلة جدا ورائعة ما شاء الله. قبل ما هبدأ الفيديو زي ما تعودنا هنصلي على أفضل خير خلق الله. اللهم صلي وسلم وزد وبارك على سيدنا محمد وعلى أهله وصحبه أجمعين. بداية بعتذر على الصوت المزعج ده، طبعا انتوا عارفين حالنا في المصايف بنبقى عاملين ازاي، اما نقعد ننادي على الولاد. انا معايا هنا صدرين فراخ كانوا عندي في التلاجة. هبدأ امسك الصدر وابدأ اللي انا هو كبير كده هقسمه نصين وابدأ اقطع صوابع. انا مش عايزة الصوابع كبيرة قوي، بقطع صوابع، او ممكن تعمليها على طولها عادي زي ما تحبي. هبدأ اعملها صوابع، ولا هي سميكة قوي ولا هي رفيعة قوي. ابدا اقطع صوابع، ولا هي سميكه قوي ولا هي رفيعه قوي. لو جيت حته جنب وانا بقطع كده فيها عرق بشيله، او حته فيها سمين بشيله وببدا اقطعها، يعني بخلي حته اللحمه لحمه بس ما فيش اي حاجه. زي ما انا كده شايفين بشيل الحته اللي بتلاقيها فيها عروق او حته ناشفه كده، بقوم شايلاها. وببدا اللي انا طبعا الفراخ دي مغسوله حلو جدا ومتصفيه، وببدا اللي انا بقى على طول اعمل لها المحلول بتاع التتبيله اللي انا عاملها. معايا نص كوبايه ميه، ودي تتبيله جديده غير اي تتبيله بستخدمها في اي فيديو بانيه او اي حاجه او كنتاكي او اي حاجه. هنا نص كوبايه ميه، حطيت معلقه كبيره فلفل اسمر، معلقه كبيره ممليه بابريكا مدخنه، معلقه كبيره كزبره مطحونه، معلقه كبيره ممليه توم باودر، معلقه كبيره ممليه بصل باودر. وطبعا ظبطت الملح حوالي نص معلقه ملح من معلقه كبيره، وبعد اللي هي بناكل بيها. وبعد كده هبدأ أقلب كده واسيبها جنبي كده على الرخامة، اغطيها وادخلها في التلاجة. عما اجهز بدأت يعني انا تبلت دي، حطيتها في التلاجة وبدأت أجهز يا جماعة العجينة اللي أنا استخدمتها في الفيديو اللي فات. هنا معايا القوام عبارة عن إيه؟ عبارة عن نص كيلو دقيق، حاطة معلقة كبيرة مملية نشا، لا معلقتين نشا، حاطة على نص كيلو دقيق معلقتين نشا، حط عليه كيس خلطة الفيجيتار، حط عليه ملح. ما حطيتش اي بهارات لاني استكفيت بالبهارات التانية، وحط عليه نص كيس بيكنج باودر، كان عبارة عن اعتقد معلقة كبيرة بيكنج باودر. هبدأ ان انا اخد كده من التتبيلة وانزل في الدقيق وهقلب. يبقى الدقيق ده عبارة عن دقيق ونشا وكيس خلطة الفيجيتار، بتديله طعم حلو وبتديله كمان لون، بتساعد على اللون الأصفر بتاعه. وحاطة ملح حوالي نص معلقة ملح أو معلقة ملح حسب. أنا بدوق يا جماعة الدقيق، يعني بحط الملح وبقلبه بدوقه بطرف لساني كده هل محتاج ملح ولا لأ. فبقلب كده الفراخ كده في اتجاه واحد، وبعد كده ببدأ اخد قطعة قطعة وانزل في بولة فيها مية، واحط كل القطع في بولة فيها مية. وبعد كده انا هنا بحطهم في جنب عشان احطهم مرة واحدة في البولة اللي فيها مية. وبعد كده هنزل تاني في القلب الدقيق ده، يبقى هحطهم كلهم تاني في المية تاني. يبقى هنزل كده تغليف كله في اتجاه واحد، وبعد كده همسك قطعة قطعة احطها في بولة فيها مية، وبعد كده انزل في نفس القفر اللي انا شغالة فيه، وكله تقليب في اتجاه واحد يا جماعة. وهنا بعمل ده عشان اعمل التعريجة اللي انت بتشوفيها كده، دي التعريجة اللي بشوفها. وباخد القطعة وبنفضها لتحت عشان تديلي التعريجة. طبعا جنب البلانشة دي طبعا انا غسلتها بعد ما قطعت عليها الفراخ حلو جدا. وبدأت برضك مع اني هستخدمها الفراخ بس انا كده غسلتها. وبعد كده بدأت اخد من القفر اللي هو الدقيق والنشا واحط في الارضية. لازم يا جماعة تاخدي كده عشان ما تلزقش القطعة في البلانشة خالص. هنا ببدأ هنا بوريكم ما شاء الله التعريجات باينة كده. بكون حاطه زيت على النار، انا شفته بقيس حرارته بايديا، مش عايزه الزيت يا جماعه سخن قوي. وببدا اجيب نقطه دقيق واحطها. اول ما هتبدا الدقيق تغلي كده واحس ان هتبدا احطها تعمل فقاقيع حواليها، ابدا احط اللي قطع الفراخ. انا هنا بدات احط، انا مش مسخنه الزيت لدرجه الغليان، الزيت سخن بس مش بيغلي. وهبدا انزل بقطع الفراخ قطعه قطعه، وبقلبها بعد حوالي دقيقتين يا جماعة. ببدأ أقلب قطعة الفراخ بعد حوالي دقيقتين.
ببدأ أقلب بعد حوالي دقيقتين 3 كده، أنا بحس إن هي خلاص بدأت تصفر من ناحية، ببدأ أقلبها قبل ما تاخد اللون كامل وأخليها على الناحية التانية، وكل ثانيتين كده أو 3 4 ثواني بقلب من الناحية دي للناحية دي عشان أوحد اللون وأتأكد الفراخ مستوية. طبعا بنزل الحرارة للمتوسط يا جماعة، بنزل حرارة للمتوسط، وببدأ خلاص أنزلها على شبك، يعني إيه، على أي حاجة سلك مصفى، أي حاجة. أنا مش عايزة أنزلها على المناديل عشان ما تكتمش البخار فيها، أنا عايزاها تفضل مقرمشة، فعايزة حاجة تكون مفرغة من تحت، يعني وصل لها هوا من فوق وهوا من تحت. مصفى معاكي إيه، البتاع اللي هي اللي بنعمل فيها الفراخ المشوية في الفرن، أي حاجة من دي ببدأ اللي أنا أعملها كده. ببدأ اللي أنا من هنا كده شكل الفراخ ما شاء الله بان معايا. طبعا الإضاءة معايا بتروح وبتيجي حسب ما أنا بظبطها، بظبط إيديا بالموبايل. هنا ما شاء الله باين قد ايه الفراخ مقرمشه واخده الشكل ممتاز. طبعا انا كنت هوريكم اسمعكم الصوت، بس زي ما انتم عارفين ان انا معايا بيبي ربنا يحفظها، فما تقدريش يعني تتحكمي في الصوت بتاعها. هنا خلاص ما شاء الله الطبق ده كان عبارة عن صدرين فراخ ما شاء الله والله، يعني عشانة او كان فطار يعني، بس كان حلو جدا. طبعا وانا لما بدأت اتبل الفراخ بدأت اعجن العجينة، وبعد كده خمرتها زي ما انتم شايفين. دي العجينة اللي انا كنت عاملاها معاكم الفيديو اللي فات، وهحط لكم اللينك بتاع الفيديو اللي فات في صندوق الوصف برضك عشان تشوفوا الطريقه. نلاش الكايزر اللي انا كنت عاملاه ساده، ما انا خدت جزء عملته بالشوكليت اللي هو اللي شفتوه معايا، وقد ايه اكيد كان باين معاكم فراغ. هنا بعكس ايدي يا جماعه للاضاءه، يعني بحسن الاضاءه ضاربه فبميل ايدي بعوج عشان اوريكم قد ايه هشاش. هنا كان عندي جبنه موزاريلا في التلاجة، حطيت حبه كده وبدات اقسم الرغيف نصين واحط كده عشان احط طبق الجبنه من تحت مع الفراخ. طبعا انا بعمل بالموجود او المتاح قدامي، عايزه تحطي بقى بطاطس، عايزه كده، انا عملت كده حاجه كده سريعه هناكلها وطعمها حلو كده. عندك مخلل هتحطي، عندك صوص هتحطي كاتشب مايونيز اي حاجه، زبادي عاملاه مع طحينه اي حاجه. بصي يعني صوص طحينه، بصي ده بيرجع لك انت. هنا بقسم القطع، طبعا القطع مش باينه اضاءه الجريلا صممه مع الطبق فعكسه، فلما اشيل الجريلا عكس الاضاءه في النور اللي انا عاملاه، لما اشيل الوقت الجريلا هتبان الاضاءه معاكم. انا كنت بقسم واحده عشان اعرفكم قد ايه ما شاء الله الكفر متماسك، قد ايه حلو جدا. هنا ما شاء الله العيش باين قد ايه، طبعا الجبنه ما شاء الله ساحت وعامله ازاي. والله يا جماعه كان السندوتش بناكله تحفه تحفه تحفه. ده حلو قوي للمصايف، حلوه قوي للنوادي، حلوه الجوع بالليل. يا ريت لو الفيديو عجبكم مش هقول تبخلوا لان اكيد انتوا اهل كرم، ما تنسوش تعملوا لايك لان في ناس بتنسى تعمل لايك، واللايك ده هو اللي بيعلي الفيديو. وكمان تفعلوا الجرس عشان يوصل لكم كل جديد، وجزاكم الله خيرا. هنا القطعة اللي انا قسمتها قد ايه عاملة ازاي ما شاء الله. صدرين فراخ موفر، عمل اكل. العجينة دي ممتازة يا جماعة، يا ريت تعتمدوها. دي اللي انا عملت بيها الشوكولات وكانت رائعة، وعملت بيها